صباح الخير، صباح النور، نتمنى تكونوا في أفضل حال. اليوم حبيت نشارك معكم فيديو من نوع جديد، ما رانيش مرة نشاركه على القناة تاعي، يعني راح يكون فيديو حقيقي sans filtre، ونظن راح يكون فيديو بزاف مفيد. اليوم حبيت نشارك معاكم هاد الطريقة الجديدة اللي قررت نستعملها ونعتمدها باش ننظم المصروف تاعي الأسبوعي، وباش ننظم تاني لو بودجي تاعي. كما راكم تشوفوا أول حاجة بديت بيها كنت حطيت لي كورس اللي كانوا بقاو لي من لا سيمين باسي، حطيتهم هكا قدامي باش نتفكر كل شيء واش راهو باقي لي وما ننساش. الصراحة السمانة هذه كان ما بقاليش حاجة كبيرة، و بصح كمام حطيتهم هنا هكا. من بعد ما كنت جبت لو كارني تاعي تفكرت بلي بقى لي الزيتون. هنا جبت لو كارني و كنت حندير منيو تاع لا سيمين، ابخي قررت بلي ندير منيو تاع 10 ايام، يعني باذن الله راح نقضي غير 3 فوا باغ موا. وصراحه البنات كنت نخمم بلي اشاك فوا نخرجوا نروحوا نقضيو حوايج اللي ما كناش حنشريوهم، وقلت كي نقص باغ اكزومبل عليا لو فات دالي ليبر مارشي مره، رايحه اكيد نقص عليا حوايج اللي حنشريهم وانا ما نحتاجهمش. وهنا كنت وجدت لو منيو دو لا سيمين تاعي، وفي المقابل وجدت لا ليست دو كورس. وهنا البنات لو لوندومان، هنا كانت العشية، كان الزوج قضالي في الصباح، وحبيت كما قلت لكم طريقة جديدة اني نعتمد لو باتش كوكين. بالنسبة لي اكيد طريقة راهي جديدة، هي بور تو فو دير. طريقة استعملتها من قبل ما طولتش عليها، كانت بزاف ساعدتني، بزاف ريحتني، وربحت بزاف وقت، ما قدرتش نداوم عليها مع تربية تاع الولاد. مي المرة هذه بربي ان شاء الله رايحة نحاول اني نعتمدها دائما، هكا نوجد لي منيو ونوجد الشيء اللي يقدر يوجد، على الاقل نربح شوية وقت لي زوتر جور دو لا سيمين. باش نطيب كل شيء ونحطوه في الكونجيلاتور صراحة ما نقدرش، يعني كيما قلت لكم فوت دو طون. هنا هادو ما جيت نوجدهم، واش نقول لكم، روحي ارواحي واحد كي راكم عارفين بلا ما نهضر لكم، المربيات راكم عارفين كيفاش راكم حاسين بيا. المهم قلت لكم لوبجيكتيف الاول تاعي تاني حابه نربح الوقت باش هكا باذن الله نخدم على القناه تاعي. كما على بالكم قناتي مازالها بزاف صغيره وتحتاج بزاف الوقت والجهد. البنات اللي ما على بالهمش صدقوني اليوتيوب يدي بزاف استثمار في الوقت وفي الجهد. على هادي الى اول مره تشوفيني ولا راكم ما فين تشوفوني وما زلتوا ما ابونيتوش، ابونيو سيل فو بلي، هكا تشجعوا خوتكم. وانا البنات كيما شفتوا كنت وجدت لي كورجيت في لو بروغرام، كنت حابه نديرهم لو جور ميم، من بعد عرفت بلي محال باسكو الوقت ما يكفينيش. دوكو وجدتهم هكا وحطيتهم، دوك تشوفوا من بعد حطيتهم في الكونجيلاتور. من بعد وجدت شويه تاع لا فيوند هاشي هذيك اللي ما كانش فيها لوري، حطيتها طيب وكملت هاد لي بول دو فيوند اللي بربي ان شاء الله يعني معوله نزيدهم مع الدولمه تاع لي كورجيت. أنا كنت نحاول نيتواي شوية دو طون زون طون، ونعاود نستعمل نفس الماعن باش هكا كي نخلص ما نلقاش جبل تاع ماعن قاعد يتسنى. شوفوا حاشاكم البطاطا تاع الوقت هذا شوية مكان مي بون واش حنديرو، نستعملو واش كاين، الشي اللي كاين نطيبوه، نصها حاشاكم رميتو في لابوبيل.
ويا حسرة يرحم البطاطا تاع بلادي. والله البنات ماني نيكزاجيري، سقسيو أي وحدة عايشة بعيدة على الجزائر تقولك بلي الخضرة تاعنا صح مميزة، ما كانش النظير تاعها، ما كانش كيفها. المهم هنا كنت وجدت شوية تاع لا شابلور، كانت بقات لي الخبز ومام الكسرة بقات لي شوية طريف. دوك تشوفوا هنا دي بتي مورسو هكا في النوار، سي جوست سينوج البنات. من بعد جيت ميكسيت تاني شوية بلون دو بولي، باسكو لوبجيكتيف اوسي ندير شوية تاع غولي تاع الدجاج هكا. جو لاكومباني مع بقات لي اون بواط تاع زيتون، قلت ندير زيتون مع غولي دو بولاي. وهنا جيت حطيت البطاطا بالطريقة هذه باش ما تشربليش بزاف الماء، ورايحة بربي ان شاء الله ندير بها شوية بوراك. هنا البنات عاودت جبت هذا المعدنوس، شوفوا ديجا بريسك تكونجلا با 100% مي تكونجلا كمان. المهم البنات انا هذه الطريقه اللي نعتمدها هكا سامبل، غير لا شابلور، انوف، شويه معدنوس، شويه ملح، فلفل كحل، وندير بها لو غولي تاعي. قولوا لي سيل فو بلاي الا نتوما عندكم طريقه واحده اخرى، ولا تحبوا ديروا دوطخ ايبيس في لو غولي تاع البولي تاعكم. انا صراحه نديرو بالطريقه هذه. حنا هكا في الولايه تاعنا في قسم تاعنا نطيبو كيما باغ اكزومبل ناويه نديرو مع طاجين الزيتون، نديروه بالملح والفلفل الكحل، يعني ما نديرولوش دي زيبيس واحد اخرين. دونك قولوا لي سيل فو بلاي الا نتوما ديروا دوطخ ايبيس في طاجين الزيتون. يعني هو طبق صح جزائري، اللي الناس كامل اللي يطيب في جميع الولايات، وكل ولاية عندها اللمسة تاعها في هذا الطبق. يعني سي فري دركا راهو موديفي، بكري كنا نحشيو الحبة تاع الزيتون بلا فيوند هاشي. قولوا لي البنات الا كان مازلتوا ديروه كما يقولوا على كارو، تحشيو الزيتون بلا فيوند هاشي. انا شفا ماما كانت تحشيه هذاك الزيتون تحشيه بلا فيوند هاشي، مي دركا خلاص بور غاني دو طون رانا نديرو غير لي بول دو فيوند معاه، ونديرو ولا لو غولي ولا دي فوا لو بولي كيما جات. قولوا لي سي فو بلاي الا كنتوما في الولايه تاعكم طيبوه بهذه الطريقه. هنا البنات بعد ما كنت حطيت الدجاج تاعي لو بلون دو بولي في شويه ما وخل، قطعت اون بارتي منه، درت لها كلكو زيبيس ورايحه نحتفظ بها كيما راهي واجده في الكونجيلاتور. قلت ندير بها الشاورما ان شاء الله. وصراحه كنت تاني حابه ندير لو بان تورتيا من في لا روسيت تاع لو تيرموميكس، مي ما كفانيش الوقت. من بعد لا ديرنيير بارتي تاع لو بلون دو بولي اللي بقات لي كنت قسمتها هكا دي ترونش، وبربي ان شاء الله راح نديرها باني بور اكومبانيي اون سوب دو لونتي. هنا وسي كنت قلت لزوجي يشري لي دي بيلون دو بولي، وراكم تشوفوا كيفاش راني شوط فيهم يا البنات. غير بهاد راح لي اسمه سامحوني. المهم راني شوط فيهم شغل بالشمعة، الله غالب ما عنديش الغاز في داري. حطيتهم لا ميم شوز، حطيتهم في الماء مع الخل باش تروح منهم غير الريحة هذيك تاع الدجاج شوية. ما نشتيهاش الصراحة.
وهنا راني نوجد في لافاس تاع البوراك. قولوا لي بنات إلا في الولاية تاعكم ديروا لافاس تاع البوراك بهذه الطريقة. أنا هنا درتلو عظمة، درتلو فرomاج معدنوس، زدت عليه لا فيوند هاشي، ونورمالمون نزيدو عليه تاني شوية تاع البصل ما نشتيوهش في الدار. على هادي درتو هكا برك ما زدتوش البصل. كنت ديجا خبيت كمية تاع لي بيلون هكا في الكونجيلاتور، وكمية واحدة اخرى كنت حطيتها في الاير فراير اللي راح ندير بها لو ريبا تاع هاد لو سوار. وهنا كانوا بعد ما تكونجلاو لي لي كورجيت تاعي كنت حطيتهم في لا بلونش ديكوبي، خليتهم كيما راهم، خليتهم تكونجلاو باش من بعد رديتهم لا بواط دو كونسيرفاسيون ونعاود نردهم للكونجيلاتور هكا ما يلصقوليش على بعضهم. وهنا بقات لي غير نقطع هاد لو بوارو. ديجا كان عنده شحال من يوم من اللي حليت لو ساك وما استعملتش الكميه كامل، ونقطعو هكا نحطو في الكونجيلاتور كان مغسول مقطع. وجينيرالمون البنات لي ليغوم نحتفظ بهم بهذه الطريقه، كي نشوف روحي شريت كميه كبيره نغسلها ونقطعها ونحطها في الكونجيلاتور على حسب لي بوزوان تاعي. كيما باغ اكزومبل البنات هنا كنت تاني ناويه ندير نفس الطريقه لي كاروت، نقشرهم نقطعهم ونحطهم في الكونجيلاتور، مي الصراحه الوقت كان ما لحقنيش، الله غالب. راح ندير العمليه دي نهار اخر. كما عارفين لي ليغوم ليه يدبالو، وانا نشتي نحتفظ بكميه كبيره تاع لي ليغوم ندير بها لي سوب الاولاد، ولا كيما هنايا المنيو تاع لا سيمين هادي تاع لي 10 جور بلوتو. كنت ثاني جافي بريفو باش ندير اون كيش او بوارو، لا كيش دو بوارو. قولوا لي البنات الا كان سا فوز انتريس نبارطاجي معكم لا ريسيت، تجي بزاف بنينه بزاف هايله. وهنا في الاخر ما بقى لي غير نوجد البوراك تاعي، خليته للاخير. درت هكا على شكل مثلثات، ودرت ثاني الشكل تاع البوراك اللي مشهور به البوراك تاعنا. ابري بور لا كونجيلاسيون خليته كل حبه مفرقه، يعني كيما راهو حطيته في لا بلانش كيما راه بعد ما تكونجلا باش عاودت لميتو على اون بواط. وهنا البنات نكون وصلنا لاخر لا فيديو. نتمنى تكون لا فيديو تاع اليوم عجبتكم، اعطيتكم افكار، ونتلاقاو لا بروشين فيديو باذن الله.